Perfect. 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 عسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد باش نعملوا مع بعضنا كيكة قدرة قادر ولا كيكة الكراميل بطريقة قدرة ربي مضمونة 100% ومكونات بسيطة موجودة في كل دار. بالنسبة للكراميل نستحقوا كيس صغير شوية سكر، زوز مغارف ماء كبار. هذايا القالب اللي باش نعمل بيه. انتم عندكم ميزانكم، كان باش تستعملوا مول اصغر قلوا معناها في المكونات، سينو كان اكبر زيدوا في المكونات، عندكم ميزانكم. بالنسبه للفلون نستحقوا نص لتر حليب، شطر كيس سكر، 3 كعبات عظم وسكر فاني. اول حاجه باش ناخذ السكر اللي هو كيس غير شويه سكر وعليه زوج مغارف ماء، نحركهم في البارد ومن بعد نحطهم فوق النار، نحرك فيه بشويه بشويه حتى اللي يذوب السكر كومبليتمون. هو السكر قريب يتكرمل، نحركوه بشويه بشويه. بعد ما تكرمل تويكا باش ناخذ المول متاعي وباش نصب السكر الكراميل في القالب، نوزعه على كامل القالب. نوزعه على كامل القالب الكل تاعي. ونحطه على جنب يجمد فيسع فيسع ما يجمد. تويكا باش نخدموا الفلون تاعنا باش نحط العظم متاعي، نذكر اللي هما 3 كعبات عظم، شطر كيس سكر، وسكر فاني. باهي تويكا باش نركزوهم. نجمو نركزوهم باليد ولا بالباتوري الكتريك، اما يلزم كي نركزو نتاكدوا اللي العظم مع السكر مع السكر فاني تخلطت بالباهي، ما تقعش ما يقعدش عندنا كتروف نتاع العظم هذاك ما كالبيض. ركزت العظم السكر والسكر فاني. تويكا باش نبدا نزيد في الحليب بشويه بشويه ومن طون نبدا نركز. بسم الله. طبق اكبر من الطبق اللي باش نطيب فيه، وناخذ الطبق اللي باش نطيب فيه. هاكا الكراميل يبست فيسع ما تيبس، باش نحط الخليط متاع الفلان بسم الله في الطبق. بسم الله. بعد باش نصب كاس ماء كبير، ماء سخون في الطبق اللوطاني، ماء سخون، باش ندخلوه للفور مدة 20 دقيقة حتى تشد روحها، مش تجيب جملة ما تشد روحها، وقتها نخرجوها فلان. بعد ما خليتها 20 دقيقة في الفور هيك تولي شادة روحها، اما وميم طون تتلقلق كان تراو. هيا
نحطها على جنب نخليها تشد روحها شويه. وباش نحضروا الكوش متاع الكيك. قد الكيك نستحقوا كعبتين عظم، كيس فارينة، ساشي خميرة جاتو، شطر كيس سكر، سكر فاني، كيس متوسط، شطر كيس متوسط زيت، كاكاو حسب الرغبة، تنجموا تكثروا تنجموا تقلوا، كعبتين العظم. نحط معهم السكر، نحط معهم سكر فاني، شوية. من بعد نزيد الزيت، نزيد الكاوكاو. اوبس فرطت. ونركض. خميرة الجاتو نركضها شوية. نزيد الفارينة بشوية نلمها. المكونات الكل تويكا باش نصبهم على الفلون تاعنا بشوية بشوية. ردوا بالنا ما نصبش بالقوي باش ما تنقبش الفلون تاعنا. بسم الله. هكا نوزعوها في البلايص الكل. ردوا بال. باهي تويكا باش نزيدها شوية ماء سخون ورجعها للفور. وقت اللي ندخل السكينة تخرج لي كلها شايحة معناها راهي طابت. بعد ما طابت ما نخرجوها من الفور ونطفيو عليها. كان كي ندخلوا سكينة تخرج شايحة كيما تراو. تويكا باش نخليوها تبرد كومبليتمون. بعد نحطوها في الفريجيدير على قليلة على قليلة 8 سوايع. نغطيوها ونخليوها 8 سوايع ومن بعد نقدموها. سينو نبيتوها الليله كامله. بالنسبه لي انا كل ما نعملها نخليها مثلا نعملها اليوم العشيه، غدوه الصباح نفرغها من المول نتاعها. هكاك نكون مطمئنه اللي هي باش تجيني ناجحه 100%. هذه البنات الكيكه بعد ما باتت ليله كامله. كما قلت لكم يلزمها ترتاح بالباهي على قليله 8 سوايع. تويكا باش نوريكم كيفاش نحيوها. اول حاجه ناخذوا سكينه وندوروا على الجهات الكل تاع المول متاعنا ونتاكدوا 100% اللي ما فما حتى شيء لاصق في الطبق. تاكدوا اللي ما فما شيء لاصق على القالب الكل وتاكدنا اللي ما فما حتى شيء لاصق. ناخذوا صحن بيدي والطبق الاخر بيدي ثاني. انا بعد ما صبيتها في الصحن كيما وريتكم تشدت لي تريفونه بركه من هنا زلق في يدي، زلق من يدي الصحن. اما هيا كيما تراو فيها يمي يمي تشهي. هيا بنا على بنا. وبعد ما قصينا منها تشهي يمي يمي. ان شاء الله يا ربي الفيديو متاع اليوم عجبكم وان شاء الله يا ربي الوصفه عجبتكم. ان شاء الله يا ربي نتقابلوا على قريب من هنا لغادي. نقولكم ردوا بالكم على رواحكم. نبوسكم بوسه كبيره وفي امان الله وباي باي.